شكله البلد دي هي اللي فرقتكم. لا يا صاحبي، فرقتنا السياسة. أبوي لا حول ولا قوة إلا بالله. والله اشتقت للسودان شديد. والسودان فيه شنو عشان يشتاقوا له؟ ولا تفتنا بعده، غفر اللهم لنا وله. مش قلت لك بلقاك يعني بلقاك. طيب حاجة اعمل لنا سينما 200 لما تكون في السينما. اهلا وداد. تمام. دي المسحة. كيف اخبارك؟ الحمد لله. فين الأغراض اللي كنت تجيب لي؟ جبتها لك امبارح ما لقيتك. ما كنتش البارح داكشي علاش. امتى غتجيبها لي؟ اجيبها لك بكره. شكرا بزاف. يلا بزاف بزاف بزاف. قوم يا زول، شوف لك بلد تلمك. احنا ما عايزين اغراب ومتسولين في الحله دي. سيبه يا عادل، الزول ده ما غريب مننا وفينا. يا ابويا النور، الزول ده حايم البلد كلها، حايم البلد دي بكرع كلب. بعدين احنا ذاته عارفين له اهل. المعارف يزال مامون جذوره من البلد دي، اهله نزحوا وقت محل زي كل عباد الله اللي تشتتوا يكوسوا في المعيشه. طيب وقتين قطعوا عرقهم من البلد دي، هو جابوا شنو؟ جاي كايش شنو؟ البشر موت الجبل بياه رايع. خلوا زول الله في بلد الله. نحن واجبنا نغيث الملهوف والضهبان نرسيه. ولا انت نسيت يا عادل؟ الحمد لله على السلامة يا صلاح، والبركة فينا وفيكم. انت الشمس انت ما تغيبيش، انت عمري انت ما تضيعيش، انت روحي انت ما تخافيش، انا نحبك انت وما نخبيش. وين ماشي صديق؟ انت سالم مش قال لك لو وقفت اي زول ما توقف صديق؟ ايام المهندس مش لهنا. خلاص انتظروا مع قهوتك السمحة دي. باش تستناه برشا، لأنه مسكين هبط للسودان، بوه توفى. لا يا أخي، عندك تليفون في السودان؟ ما في داعي يا صديق، هو جاي على قريب. 200 بكرة مسافة بكرة القريبة دي يا صلاح. وده ما بديك الحق ترفع الفراش من غير ما تشاورني يا سالم. والله صلاح عنده حق يا سالم، الناس لسه ماشية علينا. ما قادر تنتظر يوم واحد؟ المادة أبونا يا سالم. ما أنا يا أخي، ظروفي ظروف شغلي. يا إخوانا خلونا نحسم الموضوع ده الليلة،
لانه الظاهر انه انا ما حاقدر اجي قريب. يا تو موضوع ما قادر يستنى ده يا سالم. موضوع نعمه. الميت دفنوه، الفرش رفعوه. كم في الخط؟ واحد. لا، واحدة. نعمة؟ النعمة مالها؟ يا مامون، مامون، النعمة مالها؟ انا افكر اعمل لها اقامه تسكن معي، لكن لحد الوقت ده نتصرف كيف؟ ليه؟ ما ممكن تقعد معاي أنا؟ لو سمحت يا اساتذه ممكن نجري النقاش في الموضوع ده شويه؟ الناس قاعدين يجي يعزوا في الصوان برا وما بلاقوا زول فيكم. يا خالد ما في وقت يا اخي. بالليل يا سالم بيكون الناس خفت ونجي نتناقش في الموضوع ده، ممكن؟ نعمة زي ما كل ما تمغرب الواطة بنتظرك عشان ألاقيك. دارك المرة دي تنتظريني أسافر وأجيك. انتصرك كم مغرب يا حسن؟ ما أعرف، لكن قبل ما تمغرب عليك الدنيا بجيك. بنتظرك يا حسن. مامون، انت قاعد تطلع لي من وين؟ بطلع لك من سرحتك. واضح انه يا سعاده العميد البشاعه اللي اتنفست بها الجريمه دي بتدل على انه في يد قويه او عصابه خطيره جدا. في قانون المباحث ما في حاجة اسمها عصابة خطيرة جدا يا ملازم أول حمد. القضية دي لو ما تقبض المنفذين عليها وبسرعة جدا جدا بتبقى قضية رايعة. وانت عارف الإشاعات أنه ممكن يركبوها بعض ضعاف النفوس مطية عشان ينفذوا بها أجندتهم الخاصة خلال وسائط الاتصال الاجتماعي. عموما صورته على كل الجرائد، جايز بعد ما نلقى أهله يصار لنا خيط يوصلنا للجريمة. تمام سعادتك. هلا بست الحسن والجمال ست ابوها. اها، مين تبدا الكلام الحلو ده معناته داير تنقص القروش اللي بترسلها. اها رايك شنو؟ انا مرسل لك قروش زياده عشان تحضري لبابا حفله عقد الجلاد. ليه؟ انت جاي السودان؟ لا، انت مش قلت لي انا في اي مكان انا بكون معاك؟ يلا اخليك. بابا لا اله الا الله محمد رسول الله. ركز معايا يا عادل. انت سامعني؟ سامعك، إلا الكلام ما داري يقع علي. يعني نعمة خليها براها. خليها براها كيفين وانا قاعد؟ لا بقصد يعني نعمة ما قاعدة وسط أهلها وسط ناسها، ما بتجي عوجة. يا سالم أخوي، يرد بصدق إنه البيت اللي كان مليان ده يفضل، والبيت اللي على الدوام فاتح يتقفل. ظروف يا عادل. والله يا شادية النعمة بتموت برا بيتها. كان مشت معاي ماله؟ ما برضو بيتها. البيت النعمة يا هو بيت أبوها ويا أنا جيرانة وهلا. بس أنا ما مرقت من بيت أبوي، اللي كان بيصدق منهم رقى فيه كسلة. يا أختي أنت مرقتي ليه بيت راجلك؟ إلا نعمة
هي انا نمشي. تمشي وين يا مامون؟ اخوان المشفى. وين؟ انا امشي وين؟ اللي قاعد. وسالم برضه عاوز تعمل لك كشف؟ خلاص ممتلك طامتك كشف بعمله لزيك ده. انا كتر خيري كلمتكم عشان تعملوا واجب مع الراجل. واجب شنو؟ هو ده بتاع واجب وعنده وقت للواجب يا اخي، ده عشان تقابله الا قبل اسبوع تاخذ مواعيد. يا زول اتكلم عن روحك، انا اول ما يجي بقابله. يا اخي دي ما الحاجه اللي حتسجنني يا صديق. انت في البلد دي اي حته تقدر تخشها بتخشها. كلكم قاعدين تستفيدوا، كلكم قاعدين تستفيدوا. اقعد يا نعمة، خلينا نكمل كلامنا. يا تو كلام يا سالم. بيت ابوي ما بتقفل وانا ما مارقه منه، كمارقين انتوا عمركم. خلاص نسيتوا غيمته. باب ابوي كان اتقفل وقفلوا الهوا، الجيران يفتحوه للقهوه سؤال من الحال. حال ابوكم هرباكم ومرقتوا، محل ولدوني انا بموت، محل راقد ابوي انا بقعد لما انا احصله. ها يا اخوانا انا اقوم امشي. ما بدري يا صديق. ما احسن امشي بدري عشان اقضي لكم الامور كلها. ما بتقصر، كتر خيرك والله يا صديق. امورنا ولا خايف من الحكومه؟ كويس انا عندي حكومه مش زيك يا لاجي. يلا يا شباب نتلاقى محريق. يلا يلا ولعوا. نعمة دي كلمتها واحدة، قالت بتقعد يعني بتقعد. عارف راسها ناشف، لكن يعني حنخليها قاعدة كده في البيت براء. هي لكن نسوي لها شنو؟ صلاح ما كفايه غربه يا اخي، وتعال اقعد في بلدك دي في بيت ابوك ده. انا ما صدقت اني قربت اخذ الجنسيه. يعني خلاص عايز تقعد هناك كده لا شغل ولا مشغل؟ والله يا خالد اي حاجه احسن لي من البلد دي. انت غير البلد اللي مشيت خليتها زمان ذاتها عارفه بقت اسوأ واقعب من وجهه نظرك انت. ما لازم تقول كده، ما انت الحكومه دي بقيت شغال لها. صلاح انا شغال البلد دي. نفس الكلام اللي بيقوله ايمن. بقيت تدخل السياسه في اي حاجه. بعدين ايمن ده ما صاحبك يا اخي، صاحبك وقام معك. كان صاحبي لكن مما باع فكرته وباع نفسه بقى ما صاحبي. انت وقت بتحب البلد دي للدرجه دي وبتشاكل فيها، طالع منها ليه؟ سايبها ليه؟ خير تعيش حيه في بالي بدل ما اشوفها قاعده تموت وانا ما قادر اعمل لها حاجه. رسلت القروش لأهلها؟ رسلته. وناس أمي؟ برضه رسلت اليوم.
والاقساط دفعتها. طيب لما اتصل عليك ليه ما بترد علي ولا ترجع لي؟ كلمتك 100 مرة قلت لك لما نكون في الشغل ما تتصل عليه. بس انا عايزه اطمئن. برضه كلمتك 100 مرة قلت لك خليني لما اجي من برا اخذ نفسي بعدين ابدي معايا التحقيق اليومي. حاضر. انا والنور حنسافر بكره. شادي وصلاح حيقعدوا شويه لكن في النهايه حيسافروا. والله يا عادل ما اعرف اعمل شنو. ربك كريم يا سالم، ونحن النعمه ما بنقصر فيها. النعمه اصيله وزولة واجب. انت يا صديق الامارات دي كلها ما فيها سوداني غيرك؟ شايل جواز ده وتعمل كشف ده، والله بكره وقت الحر زول يجيف معاك ما في. وانا فارقه معايا في شنو؟ شغال في شغلي، خدمه في سكتي بقدر اعملها بعملها، المشكله شنو؟ اعمل حساب صحتك يا اخي. لسه شباب. شبابك ده امن به بكره، بكره بيبقى ما في. سالم ما تقوم تاخد لك نومة، وانت كمان يا النور مين ما جيتوا ما نمتوا، طيارتكم ذات باقي لها ساعات بس. انا متعود على السهر. اما انا يا عمتي ما مسافر، حقعد مع عمتي نعمه. عمتك بتملى البيت وبتزيد يا جدو. انا حاجه راجع بعد شهرين لتقديم الجامعه، يعني كده كده ما فرقت. ها ودعتكم الله. خلاص دارين ترجعوا للبيت صنطوا. البيت بيزيد باولادكم ولا بينقص بمرقتكم؟ والله يا نعمه انا لو بخاطر كنت اقعد، لكن ظروفي صعبه جدا. بارك الله في نور ولدك اتقى لعمته وقعد معاها. نعمه خلي بالك، ولا اقول لك النور خلي بالك من عمتك. ها ان شاء الله. اها ودعتكم الله. ودعناك الله. ودعتكم الله. صلاح راح معي المطار ونجي. راح معي عشان ما اجي من المطار براي. راح معي. ناديتني ابو الشيخ؟ خف شويه يا عادل على المبروك. مأمون ابويا الشيخ كان مرق مطلوق عليه الحله اللي يسوي سواته، لكن محسوب عليه المزيد، محسوب علينا نحن. انت ابويا الشيخ بيشوفه هنا في المزيد وانا بشوفه برا في الحله. ما ياهو نفس الزول. لا ابويا الشيخ، مأمون الرايق في ظل المسيد ده برا زي الطاحونه. البلد دي ما شفتها هي الا وانت صغير. ابوي كان طوالي بيحكي لي عنها، كاني بشوفه في كلامه.
طيب ما تطلع تشوفها براك. رح وريني لها انت يا عمتي. عيوني ما شايفه غير السواد بيتقل عليه. محل ما اقبل في البلد دي بشوف خطوه من خطوات ابوي. ما في حته في البلد دي واللي عنده فيها خطوه من خطواته. عمرك حديد انت بنات. شايفك بعد ما مات حاج النور بقيت تجي راجع للبيت ده تاني. قلت اشوفه اخر مره مفتوح. والقال لك منو حاج النور بيته حينقفل. يعني كون فاتح. فاتح؟ سينما 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 لسه ما وصلوا يا ماما؟ بكونوا على الصول يا بنتي، بكونوا على الصول. يلا سينما سينما. خليته هناك يا سالم؟ ما كان اصلا حيرجع هناك. ارجع وين؟ السودان؟ هاي لك ما الحله؟ وتعال هنا. منو قال لك انه انا كنت حاسمح للنور انه لما يرجع السودان يمشي الحله دي؟ ها؟ انا كنت حاجر له في ارقى الاحياء عشان ما يحس بالفرق بين هنا وهناك. ومال الحله؟ مرض ووسخ وسخانه ومرض جاهز. شوف يا سالم، تشوف لك اي طريقه النور يجي الليله راجع من الحله دي. سهام، الحله دي محل ارضنا وناسنا وعزنا. الناس اتدفنوا ابونا كانه ابوهم ونحن ما في شيء. لو ما الظروف ما كان في شيء بيمرقنا نحن من الحله يا سهام. البلد دي صارنا شديد ورايقه شديد. البلد دي زي البحر ده رايقه، وكان حصلت حاجه بسيطه تفور كلها وتاني ترجع تروق. حاصل، لكن بعد الصنة دي ممكن تاني حاجه تحصل. كده رح معاي اوريك شكل تاني من اشكال البلد دي. رح
هسه يا ربي النور يكون عامل شنو؟ والحاصل عليه شنو؟ النور ما صغير والبلد دي كبيرة، ما بيعرف لا أي حاجة، والنور حيمشي يقرأ الجامعة في السودان، هتقعد تقلق عليه كده برضه؟ امشي لما نجهز له كويس عشان اسكن في حتة كويسة راغية، مش في الحلة يا سهى. وبعد ذاك مشيت شفت بير صابرين، حاجة جميلة. ابوي كان حكى لي عنها كثير، لكن طلعت ما زي ما حكى لي عنها. يعني ما في ناس بيشيلوا المويه بدلوا زي ما قال لي. ده زمان لما كان ما في مويه. اما النوبه دي حاجه تانية، تحفه تحفه. لكن وفي واحد اسمه حسن، حسن ده حاجه تانية. انت الزول ده ماله؟ مالي انا؟ خليك من طولت برا. حسن الجي راجع ده ما زي حسن السابق. لا يعني حسن ذاتي، وانا جيت عشان تاني ما ارجع. انا راجع قبال الواطمة مغرب. يلا وريني حتعمل شنو. هشتغل. هتشتغل شنو؟ في نفس الدراسة اللي انا اشتغلتها وقريتها، السينما. عمتي؟ يا عمتي؟ نعم. اعمل لكم شاي احسن. شادية مالك في شنو؟ صلاح وخالد لسه ما جو، مفروض يكونوا وصلوا. بيجوا ان شاء الله. يلا خشي. يعني يا خالد حينبين النهار كله وانا ما فاهم اي حاجه. انا بعرف اللي بخليك تفكر 100 مره. قال اسافر، قال تعال تعال تعال. رح شو ده؟ صيدليه؟ ايوه رح رح اركب اركب يا خالد، رح اركب يا اخي، رح يا اخي، يا اخي رح يا اخي، اركب يا اخي.